السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ازيكم؟ آه في واحد راح لسيدنا سليمان اللي هو بيعرف لغة الطيور. قال له علمني لغة الطيور والحيوانات. قال له بلاش. قال له لا علمها لي. قال له بلاش. قال له علمها لي. علم. اما روح البيت لقى القطة بتقول لزميلتها معالج بقى اللغة، بكرة عنده هيموت الديك وهناكل انا وانتي من الديك اللي هيموت. هو سمع كده وجري راح يذبح الديك، لا يبيعه. راح باعه. قالت لا معلش، بكرة الخروف بتاعه هيموت وهناكله، هناكل منه. جري راح باع الخروف في السوق، ما هيموت الخروف. راح بيعه. قام راح ايه، اديني يا نادية الريموت يا نادية. قام راح ايه، قال له معلش انا اسفه دقيقة واحدة. قام راح قال له ايه، الخروف هيموت وبكره انا وانت ايه هنقعد ناكل. القطط مع بعضها. خد الخروف وجري راح برضو باعه. قام قال له هو باع الخروف، قال له بكره هناكل من المطبخ لما نشبع. قال له ليه؟ قال له ان صاحب البيت هيموت. ما هو جري على سيدنا سليمان. قال له ايه اللي بيتقال ده؟ ايه ده اللي بيتقال ده؟ ازاي يعني قال له ربنا اداك 3 اشارات عشان تفادي نفسك. يعني لما حاجه بتموت من عندنا ما نزعلش، احنا نفرح ونفرح قوي كمان انها بتشيل من علينا. واحده مثلا مربيه بطه، واحده مربيه فرخه، واحده مربيه خروف، ماتوا مع الف سلامه. دول فادوكي وفادوا ولادك وفادوا بيتك. اما المهم قال له ربنا سبحان الله وتعالى اداك 3 اشارات عشان تطلع لوجه الله وانت ما طلعتش. قال له الديك كان هيفديك رحت بعته. الخروف كان هيفديك ورحت بعته. فخلاص حاجه بتاعت ربنا بقى. قال له ازاي؟ مش ازاي يعني، خلاص. قام واحد يعني رايح اللي هم البنا، اللي هم بيبقوا ماسكين زي حديد كده ورابطينه وقاعدين يعني بيستنوا رزق ربنا بتاع ربنا طبعا. قام واحد كان قاعد مع شله كده، فالشله كلها جاء واحد بعربيه خدهم الا هو ما خدوش. خلاص هو خد نصيبه ورزقه الراجل، يعني خد مثلا عايز 20، لا ال20 مالوش دعوه بقى بالواقف. قام راح لمراته فبتقول له هات النهارده انت خرجت. قال لا ولا صاحب الشغل. قال لي استنى بكره. قلت له ماشي. قام راح تاني يوم برضه، جت عربيه بدات وخدت شويه وما خدوش هو. قام فيا عيني رايح بقى تاني يوم مروح، يعني انا اسفه من الكلمه، خايف من مراته، عايز فلوس لبيته. هو متوكل على الله يومين وما جالوش رزق، يعني بياخدوا الناس اللي واقفه وهو لا. بس هو راجل مصلي وعارف ربنا وكده، فعارف ان ده يعني رزق ربنا. فروح البيت لقى لقى ما لقاش بقى مراته ملويه وكشره وشها. وفين يا بابا؟ فين يا قلبي؟ هو انا اقعد يومين من غير؟ لا دي بتضحك، دي مش طبيعتها. بتقول له اغرف لك ولا ما تشطف؟ ايه ده؟ في ايه؟ دي مش كده. وجابت منين الاكل؟ ما لما الشطف دخل الشطف، حطيت له اكل، حطيت له شرب، عملت له شاي في حاجه جديده بس هي ايه مش عارفها. في ايه؟ قامت قالت له انت مش بقالك يومين بتشتغل؟ قال لها اه. قالت له الراجل اللي انت بتشتغل عنده قال لك خليك بكره هيقبضك؟ قال له اه. قالت له واحد عدى عليا واداني
اسمه ايه اللي بتحط فيه الفلوس ده؟ مش فاكره اسمه. ظرف. اداني ظرف مقفول واداهولي، اتاري هو ده الراجل اللي انت بتشتغل معاه بعت لك الفلوس اهو. قال اللي بيبقى رزقه على الله، ولا حد في الكون يقدر يمنع الرزق ده، محدش يقدر يمنعه، ده رزق بتاع ربنا. ويرزقكم من حيث لا تحتسب. فعلا زي الحمام والحيوانات والعصافير، هل دول عارفين الدنيا غليت؟ هل دول عارفين ان هم طب هننزل ليه بقى؟ احنا نقعد ننضف الشجر، هو في اكل؟ ليه انتم اللي في الزباله ما تحطوش مثلا الاكل اللي عندك تحطيه في كيس في الزباله؟ عارفه كم قد ايه عالم، مش عالم لا مؤاخذه انا اسفه، حيوانات بياكلوا من الزباله اللي انت بترميها دي؟ ليه تقولي كده ما ارميش حاجه في الزباله؟ امال الحيوانات دي هتاكل منين؟ امال القطه والكلب والحيوان الحمار لا مؤاخذه مش كل دول بياكلوا من الزباله؟ مش كل دول بيطلعوا، الناس بيطلعوا الخرفان بتاعتهم عند الزباله بياكلوا؟ احنا لما نحطش بقى اكل، الحيوانات دي هتاكل ايه وهتاكل منين اصلا؟ لما انا اشيل اكلي وانت تشيلي اكلك، وانا اشيل اللقمه وانت تشيل، امال الحيوان والحاجات دي هياكل منين؟ فاللي عنده شويه رز عنده حاجه يحطهم في كيس ويرميهم في الزباله. هو مش بيرميهم في الزباله على فكره، هو بياكل حد تاني. يعني كلب لا مؤاخذه بيهبش ويفتح الكيس وياكل، قطه، حيوان حمار، انا اسفه في الكلمه بعتذر على الكلمه، حمار، فرو عرسه اللي احنا بنترعب منهم لما نشوفهم بس مش يجوا علينا، ده لما نسمع سيرتهم بنترعب، بياكلوا من الاكل ده. يبقى انا لما برمي لقمه انا برميها لوجه الله، عشان حيوان ياكل منها، مش انا بس اللي هاكل. تقول لك لا انا مش حاجه، مش لقمه في الزباله، لا ارمي اللقمه في الزباله عشان غيرك. اللقمه مش انت اللي هتاكليها، اللقمه حيواني اللي هياكلها، وده حقه علينا. لا 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 انا عندي شويه رز انا هشيلهم في الاسبوع وفي الاخر بيترموا. طب ما ترميهم من الاول، بدل ما نحطهم في التلاجة لما التلاجة تطهق مننا بنحطهم برضه في الزبالة. فالحاجات دي ليها حق علينا، والله 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 وعزة جلالة الله. ولو كنت بكذب ربنا سبحان الله وتعالى ما يقبلش الصيام بتاع رمضان اللي جاي. شوف الدعوة، لو كنت هكذب على الكلام اللي بقوله. انا كان بيجيني كلب انا على فكره ساكنه تحت معلش، لقيت حد بيخبط بالايد كده، قمت انا الفجاره اللي قدامي بتقولي ما تفتحيش، قلت لها ليه؟ قالت لي ده قدام ده في كلب بيخبط بايده. قلت لها يبقى جعان، طالما خبط على باب يبقى جعان، ما لقاش بره، لا بيدور جوه على الاكل. بقول لك لو كنت كدابه قادر والله سبحان الله وتعالى يشيل مهما اصلي ما يقبلش مني. بس كده رحت اديته، خرجت طب مش بس بعيد شويه كده، ورحت خارجه له اللي ربنا يرزقني بيه. ده كان شويه رز، ده كان اي حاجه اديته. المهم راح جه تاني يوم في نفس الميعاد خبط برضه. شوفي مين؟ اقفلي بقى، اقفلي يا ريت اقفلي. يعني معنى الكلام بقول ان الحيوانات دي حقها علينا. انت مش بتجيب حاجه من عندك، انت مش بتجيب حاجه من جيبك، ده ربنا سبحان الله وتعالى بيرزقك عشان تاكل الحيوان دوت. يعني ممكن الحيوان يكون عطشان. طب انا هقول لك على حاجه،
هتقولي بقى كلامك كتير النهارده، انت بتتكلمي كتير. لا يا بابا انا بتكلم الصح كله. واحد ماشي اول امبارح من كام يوم بكيس نايله فيه لبن، ممكن تكونوا شفتوه كلكم على الفيديو. ماشي وراجل ماشي جايب كيلو لبن بالليل ومروح، راح الكيلو اللبن راح جاي جنب عربيه وراح واقع في الارض من ايد الراجل. اما الراجل بص للبن كده وزعل، اللبن غالي 35 وداخل في ال40، فبص للكيس وراح ماشي. يريد السميع العليم يطلعوا 3 قطط قد كده يقعدوا يشربوا اللبن ده. بص شوفوا قدرة الإله العلي العظيم. اللبن ما راحش في الأرض، اللبن رايح لحيوانات. يعني مثلا ممكن يكون القطة عطشانة تبص تلاقي ماسورة تتكسر عشان القطة دي تشرب. فانتوا لما يكون عندنا أكل نحطه في الزبالة. لا مش ما نحطوش لا نحطه في الزبالة. عن نفسي أنا بقول أحطه في الزبالة، مش انتوا بقى لا ما نحطش في الزبالة. ايه ده؟ ايه اللي هي بتقوله ده؟ لا حطي في الزبالة. ما انت بتحطيش، ما انت بتقدري تقولي انا عايزه اكل بلسانك، لكن دول ما بيقدروش يتكلموا. فلازم نديهم، ولازم يعني مش عارفه اقول ايه. وبعدين بقى اللايك والشير والاشتراك. بصوا يعني انا عندي 762. عارفين ال 762 دي انا بقالي 3 سنين والله العظيم. يعني انا نفسي بس مره واحده 1000 واحد ودرعي واحد بس اللي هو العادي كده، فرحه عيالي وفرحتنا يعني في رمضان. يا رب يعني دي حاجه من عند الله، وانتوا حرين بقى. وازيكم عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين. وانا النهارده بس ايه، لما القطط والكلاب يعني حسيت بيهم ان هم في الشارع، قلت لا لازم ان انا اقول للناس حتى لو عندهم لقمه عندهم حاجه يحطوها في الزباله. لا مش لا مش نحط في الزباله. لا ازاي؟ حرام. مش حرام، انا بقول مش حرام، وانا هاخد يعني المسؤوليه عنكم. لا احطوها في كيس واكلوا الحيوانات دي كلها، لان هم مسؤولين مننا احنا. كلبي كان بياكل في شجره، في كلب ياكل شجره من الجوع؟ يرضيكوا كده؟ امال بنصلي ونصوم ازاي؟ امال مستنيين الصلاه والصوم منين؟ مستنيين رضا ربنا منين؟ بس كده. واحد كان بيقول لي انا اعمل لك اللايك والشير، مش عارفه ايه اللايك والشير وكده، واديني رقمك. لا انا ما بديش رقم لحد، لا 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 لا. ولو كان كده انا مش عايزاه. ما كانش اللايك والشير والاشتراك يجي منكم بنيه حلوه، انا مش محتاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.